يا شباب العلامات اللي اخذتوها بالمذاكره خيبت املي تماما، وما كنت متوقع هيك نتائج ابدا. يعني احنا ما حطينا كل امكانياتنا بالمذاكره استاذ. بعدين الاسئله كلكم تعرفوها، يعني ما جبت شيء من عندي. استاذ ممكن ترانا العلامات؟ إيه على عيني. احمد مصطفى 30 من 40. عم تدرس نورانا لك درسات؟ احمد باش كاتب 9. ايهم ابو السعود 39. احسنت يا ايهم، برافو عليك. ايمن ابو العلاء نص. شو نص؟ شو عم تمزح معي استاذ؟ عود محلك، عود واحكي بأدب. اكثر من هيك ادب انا ما عندي، بعدين بدي اعرف ليش حاطط لي نص. طول بالك ايمان، مو محرزة تخسر بعض عشان نص علامة. خلص ايمان سامحوا. بلا تعليقات سخيفة انت وياه. وانت الثاني اذا عندك اعتراض على العلامة قدم طلب خطي وشرف عود محلك اذا بتريد. واذا ما عدت؟ شرف طلع برا. ماني طالع. طلع لبرا احسن ما بهدلك. يلا اطلع. طالع بس لا تمد ايدك. على كل حال بنتواجه. هي الشغله ما رح مرق لك اياها على خير ابدا. عم تهددني ولاد؟ استاذ هذا امري لامجد ابو العلاء. طلع انت الثاني برا معه. يلا ولد حيوان يلا. اسمع انت بالذات مالك فوتي على هالصف قبل ما تجيب ولي امرك، مفهوم؟ كثير متفائل والله. العمى على قلة الذوق، شو هالطالب هاد؟ لا وقت طلبت منه يحضر ولي امره كل الطلاب صاروا يضحكوا كأني حكيت شي نكتة. طبعا يا استاذ فارس بدهم يضحكوا. لانه اللي قلته انت بيضحك اكثر من نكته. وليش بقى؟ يا عود روق واشرب قهوتك عود. انت بتعرف مين ولي امره هذا الطالب ايمن؟ نعم سيدي بعرف. بتعرف وعم تحكي هالحكي؟ على قولة الشاعر: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أكبر. المهم هلا هذا الطالب ما بفوت لعندي على الصف ولا بشكل قبل ما يجيب ولي امره على المدرسة لهون. إيه لا تحتد كتير استاذ، ما بيسوى هيك مشان صحتك. بعدين لا تنسى انه وجود طالب مثل ايمن بمدرستنا مكسب كبير للمدرسة. شلون يعني؟ يعني في شغلات كتير عم نمرقها للمدرسة وعلى اسمه: كتب، طبشور، مازوت للشتاء، دهانات. هذا غير الكتب اللي عم نوجهها للمديرية وعم تتوقع على العمياني. بال الله يرضى لي عليك لف لي هالموضوع من عندك وبلا وجع راس. وشلون بدي لفلفه بقى؟ ما بعرف والله. انت اللي ورطت حالك هي الورطة، وانت اللي لازم تعرف شلون بدك تخلص منها. ورطة؟ هلأ من كل عقلك عم تحكي هالحكي؟ لكم من نصه؟ وطلبت ولي أمره؟ يعني بدك أمجد أبو العلاء يجي لعندك على المدرسة؟ ايه وشو بيصير يعني بتخرب الدنيا؟ وين الغلط؟ فارس الله يرضى عليك، احكي حكي فوت العقل، مو تقطش وتلحش على عماها. لك شو بكي انت الثانية؟ شو بكي؟ يعني بلشتي تحكي مثل المدير؟ ولك انت شبك؟ شو نسيان حالك مين انت؟ يعني انت مهما رحت ومهما اجيت بتضلك استاذ مدرسة، يعني موظف صغير بين ملايين الموظفين اللي مثلك، بقى وين رايح لي بهالعجقة؟ فارس اصحى لحالك قبل فوات الاوان، ما بصير تتدهور هيك. خلاص بقى رشا، خلاص الله يرضى عليكي، والله يعال، يعني مو ناقصني الا مرتي توقف ضدي. وليش عم تتنكت بوشي هيك؟ روح تقاوى على طلابك مو علي انا. على كلين انا رايحة لعند امي. ايه الله معك، مع السلامة. وينك؟ سلمي لي كثير على امك كمان.
بشربة مي. اكيد ما عاد يجيب اولاد. سيدي وبلاها الذريه الصالحه، يعني اذا اجا اولاد شو رح يطلعوا بالمستقبل؟ اكيد رح يطلعوا اساتذه التاريخ فاشلين مثله. لا والاحلى من هيك انه مصر انه يجيب ولي امري. دخلك السيد الوالد دري بهالقصه؟ اعوذ بالله، بابا مو فاضل هيك شغلات بالمره. هذا اللي كان ناقصنا. وهلا شو ناوي تعمل؟ شو بدي اعمل يعني؟ انا ما بيكون اسمي ايمن اذا ما بخلي الاستاذ فارس هو يجيب ولي امره. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ معقولة أولاد أمجد أبو العلاء يتصرفوا هيك تصرف؟ وليش لا؟ لأن أولاد جنابه مضرب المثل للناس بأدبهم وأخلاقهم العالية وتواضعهم. مثل ما عم اقول لك، وانا هلا جاي اقدم شكوى رسميه ضد ايمن امجد ابو العلاء، فاذا بتريد سجلها عندك. أستاذ فارس، ما بعرف شو بدي أقول لك، الوضع بالنسبة لنا كتير محرج، فيا ريت أنت من عندك تتغاضى عن الموضوع وتصرف النظر عنه حتى ما يصير شوشرة. هلا كلمه واحده لا غير، بدك تسجل الضبط عندك ولا ما بدك تسجله؟ تكرم عينك أستاذ، ما بيصير إلا مثل ما بدك، بس يا ريت تراجعني بكرة. ماشي الحال. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. ايه فهذا المدرس مصر على تسجيل شكوى باسم أيمن أمجد أبو العلاء. وحاولت تفهمه؟ حاولت سيدي بس ما اقتنع. طيب ابعت لي اياه. فهمت لي شو وضعه؟ أنو وضع سيدي؟ لا يكون في حدا وراه وعم يعبي له برشوه. ما بظن. طيب في حدا داعمه؟ ممكن جدا، لانه لو ما كان مسنود ما كان تجرأ وطلب هيك طلب. طيب ليش ما حسمت الموضوع من عندك وفهمته حساسيه وخطوره الموضوع؟ حاولت سيدي، بس يبدو انه عنيد وعنده اصرار ليعمل اللي براسه. والعمى بعيونه العمى. ولك روح بعت لي اياه، روح. حاضر سيدي. عيد لشوف. شو هالحكي؟ معقول هالكلام؟ لك شو هذا مجنون؟ ها ليش ضروري يبين عليه يعني؟ وينه هلا؟ طيب خليه يراجعني بكره الساعة 10. مع السلامة. سيجارة مع القهوة؟ لا شكرا، ما بدخن. تفضل اشرب قهوتك. اي والله شكرا. لا تحولي لي ولا مكالمة. 10 دقائق. الحقيقة أنا سمعت قصتك بكل تفاصيلها، واسمح لي أعبر لك عن إعجابي بشجاعتك وجرأتك، لأنه كتير عظيم ذلك الإنسان اللي ما بيتنازل عن حقه. وأنت من حقك تشتكي، ومن حقك تطلب ولي أمر أيمن، بس كمان بنفس الوقت الإنسان لازم يكون مرن شوي وما يركب راسه على شي فاضي. كيف يعني؟ يعني أنت إنسان مثقف وفهمان، ويفترض انك بتقدر الامور وبتحسبها صح. يعني شاب مثل ايمن لابد انه يكون مندفع ومتهور، والمفروض نحن كأسرة تعليمية نحاول نستوعب هالشي. يعني اذا نحن ما استوعبناه لايمن، مين بده يستوعبه لكان؟ إيه بس بالاضافة لانه حضور السيد امجد ابو العلاء للمدرسة محرج شوي، مو هيك؟ بتعرف انت مسؤولياته وحجم اعماله، فما بالك انه ينكتب ضبط باسم ابنه. يعني نحن على المدرسة كنا مستصعبين حضوره،
بقى كيف بدنا نجرجره على المخفر وهو بهالمركز هاد؟ تخينة شوي مو هيك استاذ فارس؟ بس انا على حد علمي كل الناس سواسية قدام القانون. طبعا سواسية، وما حدا قال غير هيك، كلنا سواسية. بس معلش يا استاذ فارس، الزراعة بدقني هالمرة وانسالي شغلة الضبط. موافق، بس على شرط. شو هو؟ بدي قابل سيادته ولو 5 دقايق. تكرم، خلاص خدها مني. شو يعني رح تقابله؟ هيك وعدوني. ايه، وشو رح تقول له؟ رح اشتكي على ابنه. يعني وانت مفكر انه ممكن يرد عليك؟ ما بعرف، بس ساعتها بكون عملت اللي علي. طيب ليش ما بتحاكيه بشغلة تانية؟ ما عندي شغلة تانية احكي فيها. يعني أنا قصدي إنك وصلت لعنده، اطلب لك شي شغلة نستفيد منها، مو أحسن ما تحكي له على ابنه؟ لا، مو أحسن. استاذ، سعادته حدد لك موعد المقابلة اليوم. يا سيدي الله يبارك فيك وبسعادته. هلا بعد ربع ساعة سيارة من عنا من المكتب من هون بتوصلك لمكتبه دغري. ما في ضرورة للبكة والله. لا معلش، في ضرورة. طبعا استاذ انت شخص مثقف وفهمان، واكيد بتعرف كيف بدك تقابله. ما فهمت عليك، كيف يعني؟ تفضل. طبعا سعادته مسؤول كبير وفي اكبر منه بكثير، بس هو سعادته يعني شخص نؤوزي وحساس، وارجو انك تحط الكلام اللي بدي اقول لك اياه ببالك. ما فهمت عليك، شو القصد؟ يعني بتحكي مع سعادته بالمختصر المفيد، من دون مقدمات، بهدوء تام، بصوت منخفض، ابتسامة خفيفة، ومن أول ما بتفوت بتنتبه لا تمد إيدك وتصافحه إلا إذا هو مد إيده وصافحك، وإياك تقعد إلا إذا هو سمح لك تقعد، ولا تنسى حالك وأنت قاعد وتحط رجل على رجل. هاي شغلة بسيطة مو مشكلة. بعدين لا تبدأ بالحديث إلا بعد ما يسمح لك، ولا تحرك بإيدك وتشوبر وأنت عم تحكي، وإياك تنفعل بالحديث وتفتف بوشه. يعني خلي صوتك واطي أقرب للهمس، وإذا حكى لا تقاطعه، ولا تعطي رأيك إلا إذا طلب منك هو. مو مشكلة. في شيء تاني سيدي؟ وإذا رفع صوته بتبتسم، وإذا عصب بتسكت، وإذا جاء هاتف وأنت عنده أوعك تحاول تسمع شو عم يحكي، وإذا حكك جلدك لا تحاول تحكه، واوعى تعطس أو تكح أو ترمش بعيونك كثير أو تنف، ولا تلعب بزرار قميصك أو كمك، ولا تطالع من جيبتك مسبحة أو مفاتيح وتقعد تطقطق فيهم، ولا ترتخي على الكرسي كثير، خليك قاعد على حفة الكرسي، وإذا نشف ريقك لا تطلب مي، وإذا كنت عم تحكي وشفته التهى بشغلة تانية معناها مل منك ومن حديثك، بتقوم تقطش الحديث دغري وبتسكت تماما، بس إياك تغادر قبل ما يقول لك انتهت المقابلة، وإياك ثم إياك تعارضه مهما كان الموضوع، ووقت بدك تغادر بتغادر وانت عم تمشي لورا ووشك لعنده، وما بتدير ظهرك له الا لتوصل للباب. واضح استاذ؟ طيب عفوا سيدي، المسؤولين اللي اكبر منه ما عملوا هيك، بقى ليش؟ هيك طبع سيادته. نعم. بعدين يا ريت يا استاذ فارس تقصر لنا لسانك شوي. تفضل. برجع بحكي معك. اهلا اهلا استاذ فارس، تفضل. اهلا وسهلا. الله يشيلك الله يشيلك الله يشيلك، شو اللي صار؟ ايه وبعدين؟ حكيت له كل شيء، ما خليت تفصيلة صغيرة الا وحكيت له اياها. ايه وشو قال لك؟ ما حكى شيء، وقت خلصت حكي طلبوا رئيس ديوان المدراء على التليفون، اعتذر مني وغادر المكتب. ايه يعني شو النتيجة اللي حصلت عليها بعد كل هالشغلة؟
حصلت ما حصلت، المهم اني عملت اللي براسي وخلاص. شو ايمان؟ بدك تحضر درس التاريخ؟ طبعا راح احضر. والاستاذ فارس شو بو؟ بركي طالعك من الدرس مثل كل مره. يا سيدي بدي احضر هالمره لو بدك طبق السماع على الارض، مو حبا بدرس التاريخ لا، بس لاني هالمره ناوي اشوف الاستاذ فارس شو بده يعمل. وبركي بهدلك قدام الطلاب. فارس يبهدلني ولك معاش بده يبهدلني. خلي هالمره يتورط ويحكي معي حرف واحد، لانه هالمره بالفعل بده اوقفه عند حده. كفو ايمن كفو. صباح الخير. تفضلوا جلوس. اليوم رح نعمل مراجعة عامة عن الدروس الأربعة الماضية. بقى إذا في أسئلة عند أحدكم عن الدروس الماضية يتفضل، أنا جاهز عم بسمع. تفضل. أهلا سيدي أهلا. قيام. أهلا وسهلا بجد بيك، أهلا وسهلا. يعطيك العافيه استاذ فارس. الله يعافيكم يا سيدي. تفضلوا. اسمحوا لي رحب باسمكم وباسم مدرستنا بالاستاذ امجد ابو العلاء، ولي امر الطالب ايمن. الحقيقه انا جاي لهون شخصيا حتى اعتذر من الاستاذ فارس عن الخطا يلي ارتكبه ابني ايمن بحقه، وهي تعهد مني شخصيا بانه هالشيء ما رح يتكرر ابدا طول ما انا عايش. معلش، يبدو انه كثر مشاغلي والتزاماتي صرفتني شوي عن الاهتمام بتربيه ابني التربيه الصحيحه، وبتمنى هالشيء اللي صار اليوم يكون درس له. وصراحه انا خجلان كثير من ابني لانه خجل يعتذر من استاذه، وبالمقابل بوجه شكري العميق واحترامي الشديد للاستاذ فارس، وبتمنى كل الاساتذه يكونوا مثله، ما يتستروا على خطا ولا يسمحوا بالزلل. يعطيك العافيه استاذ فارس. الله يعافيك سيدي. موفقين جميعا يا اولادي. قيام.